عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وممنوع من العرض. فيلم نهر الحب كلكم عارفينه طبعا، فاتن حمامة وعمر الشريف وزكي أسطم. من أقوى الأفلام اللي حبيناها جدا جدا جدا، بس أنا عايز أفهمكم حاجة، إن أنتوا فهمتوها غلط، لأن أهالينا فهمتنا الفيلم غلط، لأن إحنا شايفينه من نظرة تانية خالص. لكن انا هوديكم ليه للنظره الحقيقيه للفيلم، انه فيلم يحض على الخيانه الزوجيه ويحض على يعني الوظيله زي ما بنقول يعني. طبعا انتوا عارفين طبعا فيلم الليله اللي كانت بتدور احداثه حول فاتن حمامه، اللي كانت اخت عمر الحقيقي، اخت عمر الحقيقي، وهو محامي بسيط يعني، مش محامي غني ولا حاجه. هيشوفها زكي رستم، اللي هو صاحب النفوذ والسلطه والاملاك والاطيان ساعتها، وهيقول له ايه، هيجوزهاني في مقابل انه هيشغله عنده محامي كبير، وهيخليه يعني الدنيا ايه تبقى ايه تبشر معاه كده ويبقى حلو يعني. هي هتسمع طبعا الكلام ده وتقول له انا وماله، انا هتجوزه. طبعا قال يعني هنا بقى بتضحي من اجل اخوها يعني. ماشي، اتجوزته وبقت وخلفته، عندها ابن يعني كويس، في عمر مثلا 10 سنين ولا بتاع. فالمهم هتيجي في مرة من المرات وهي رايحة لأخوها تزوره في بلده، هيشوفها عمر الشريف، وتبدأ قصة الحب اللي احنا عارفينها. وهو كان شغال في الفروسية والكلام من ده. ففي أحد العروض هتشوفه وهيقع من على الحصان، هيغمى عليها. طبعا جوزها هيراقبها بعد كده وهيعرف ان هي ماشيه معاه، هتقول له طلقني وعشان تتجوز عمر الشريف. واخوها هيساعدها في الموضوع ده، ولا انت اتجوزتيه عشاني وانا هروح له لازم يطلقك ومش لازم يطلقك. هنا هتيجي الحرفيه والعملاق زكي رستم في ازاي يرد، او ازاي يرد عليهم. قال لهم احنا داخلين على الانتخابات، اول ما الانتخابات تخلص خلاص. بيقولوا لا، هي بتحب عمر الشريف وعمر الشريف تعبان وفي المستشفى، وكلام من ده. قال لهم ماله، خليكي معاه الكام يوم دول على ما الانتخابات تخلص. هو خلاص راجل تاكد يقينا بالنسبه له ان هي مش هتنفعه كزوجه، خلاص خليكي معاه وكلام من ده مش عارف ايه وبعد كده نفكر في الموضوع ده و... واللي انت عايزاه هنشوفه. شوفوا بقى اللي هيحصل بعد كده. هي دي دلوقتي على ذمه مين؟ زكي رستم. هتسافر معاه بابا وهتقعد معاه وهو بيتعالج، وبعدين هيقضوا وقت لطيف بره، وهنشوفها الاثنين عايشين في اوتيل، والاوتيل قال يعني بيفصل ما بينهم باب، وبتحط له مرهم على رجليه وتحسس على رجليه وتعمل على رجليه. هل يعقل يا جماعه ان ده يحصل من واحده متزوجه هي وراجل في مكان واحد والفسح والكلام ده؟ زكي رستم كان ذكي في الفيلم ان هو صورهم واحتفظ بالصور دي. لما جم يطالبوه قالوا لا، انا هطالبكم بقى بالايه، برفع عليها قضيه زنا وهرفع عليها قضيه مش عارف ايه، لانها ازاي عملت الكلام ده وهي على ذمه راجل محترم. طبعا هي هتزعل ومش عارف ايه والكلام ده، واحنا ازاي بقى، واحنا كجمهور ساعتها اتاثرنا. المهم عمر الشريف هيجي في مره من المرات، يعني هو في الحرب، ايام الحرب، وهيموت في الحرب. لما يموت في الحرب تلاقي ايه، يا سلام، ده ايه، الناس زي ما بقول لك قمه المأساة وقمه المش عارف ايه وقمه الايه، وفاتن حمام متأثرة واحنا تأثرنا والناس تعيط بقى، وعمر الشريف مات يا جماعه، وتعمل ايه، ترجع لجوزها بقى. هتيجي ايه عشان ترجع لجوزها، هيطلع لهم الورق وهيطلع لهم الحاجه اللي عندها، ولقيت ازاي انت ست ما حافظتيش على اسمك، ما حافظتيش على شرفك، ما حافظتيش على مكانتك كأم وكزوجة، وخنتيني، وانت بالنسبة لي لا شيء. وهيسمع عمر الحقيقي بنفسه، هو قايل ايه للولد عن امه، قايل له ان هي ماتت، بمعنى كلمة ماتت. طبعا بقى احنا بقى في قمة الحزن وقمة المش عارف ايه. هل يا جماعة، هل يجوز ان الفيلم ده نتربى عليه؟ هل يجوز يا جماعة ان الفيلم ده يحضنا على الكلام ده؟ هل يجوز احنا بنطلع من الفيلم او السينما بتطلع لنا منتج او بيناقش مشكلة، ناقشها زي ما انت عاوز، بس اطلع ليا بمعلومة مفيدة او حاجة اتعلم منها. لكن الفيلم طلعنا منه بايه في الاخر؟ بالخيانة الزوجية. شوفوا نظرة عينين زكي رستم، راجل حاجة عملاق يا جماعة، قايم بتجسيد الدور بعملاقة غير متناهية.
على رأيه يقول لها ايه، انا سبت لك الحبل يا نوال لغايه لما خنقت بيه نفسك. وفعلا زوجه مهمله ازاي تسمح لنفسها اصلا مش تبص، يعني مش تتكلم مع عمر شريف او تحبه، ازاي تبص له، ازاي تحبه، هتقولوا المشاعر والاحاسيس والمش عارف ايه، وعندها جفاء من جوزها ما كانتش اتجوزته من الاول. ما تعمليش فيها في بدايه الفيلم دور الشهيده، دور الواحده اللي بتضحي من اجل اخوها واحنا نتعاطف معاها ونحبها، وفي الاخر تطلع في دور ايه، الزوجه الخاينه او الزوجه المنحطه او الزوجه اللي بتمارس الرذيله مع واحد ومش عارف ايه. هتقول لا ده ما مارستش رذيله، ده كانت بتحسس له عليه بس بتحط له الموهم وبتاع. يا سلام يا سلام يا سلام، ده لا ما ينفع يعني، ما تشتغلوناش بقى. وده فرق ما بينهم اوضه، ما عملش معاه حاجه، مجرد ما اجتمعوا هما الاثنين في مكان واحد، ده خطا في حد ذاته. انتوا بتعلمونا ايه يا جماعه؟ كنتوا بتعلمونا ايه واحنا صغيرين؟ وتيجوا دلوقتي تقولوا ايه، الخيانه الزوجيه وحوادث الخيانه الزوجيه كترت. طب ما احنا كترت ليه؟ ما هو ده كان سبب من اسباب. كلهم عاشوا دور فاتن حمامه، وكلهم معظم البنات يقول لك اصل ما بسدحش جوزي، اصل الراجل ده مش عارف ايه، اصل الراجل ده فصله ايه. هي دي حقيقه يا جماعه الواقع اللي احنا فيه والله، ان البنات شافوا ان ده صح، ده فاتن حمامه عملته وعمر الشريف قال يعني ده حاجه جميله قوي. يا جماعه حاجه ايه اللي جملها وايه اللي عملها؟ ولا اي حاجه، ولا اي واقع، ولا يمثل الواقع في شيء خالص. وتعلمنا غلط وعشنا غلط، وفي الاخر بندفع احنا الثمن ايه؟ ان كل بنت مجرد شافت حاجه من جوزها تمشي مع واحد تاني وتقول انا عايز اتطلق. شوفوا الفيلم، ما انا عندي حق. عندك حق في ايه يا مشلوله انت، واللي هي اللي تتشلف افكار في دماغك؟ انت بتتكلمي في ايه؟ انت بتتكلمي في ايه يعني حريم بتستهبل قمه الاستهبال. والفيلم بصراحه يعني ساقط بمعنى كلمة ساقط. المخرج جابها من ناحية تانية ومن لفة تانية، ان هي انه اكبر منها في السن، انه راجل كان حامي ايه يعني حامي شوية، وراجل ما بيتكلمش في الحب، لازم بيتكلم في ايه؟ ولا انتوا بتتكلموا في ايه؟ مش ضحيتي من الاول وعملت فيها يعني شهيدة التضحية؟ كملي للاخر، كملي كزوجه، كملي انت بقيتي ام تلمي، عيشي حياتك بقى خلاص، انت مش عارف ايه، او اقطعي حبل واقطعي القديم وافتحي الجديد. لكن انت بالاسلوب ده خاينه بمعنى كلمه خاينه. ارجو ان ما كنتش يعني طولت عليكم، ارجو انك تفهموا الفيلم وتبصوا له من ناحيه تانيه، هتعرفوا قد ايه كانوا بيعلمونا حاجات غلط، بس بيحط زي ما يكون بيحط لك السم في العسل. هو ده السم في العسل اللي احنا شربناه زمان. شكرا اعزائي المشاهدين، وارجو انك تفهموا الفيلم صح، وتعرفوا قد ايه كانوا فعلا بيسقونا السم في العسل زمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تامر ابو المعاطي، ولا تنسونا بتعليقاتكم الجميلة. الف 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 شكر لكم يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين.